ترك كل شيء وذهب إلى الصلاة. فماذا أعطاه الله؟ استمع إلى هذه القصة. في يوم من الأيام خرج فلاح بدابته محملة بأكياس القمح متوجها إلى الطاحونة، وما إن أنزل الأكياس حتى فرت الدابة فجأة وهربت واختفت عن الأنظار. وقف الرجل حائرا لا يدري ما يفعل، فإن خرج يبحث عنها فاته صلاة الجمعة. وفي تلك اللحظة جاءه جاره في الأرض وقال له: اليوم دورك في السقاية، وإن تأخرت ضاع زرعك ويبس محصولك. ازداد اضطراب الرجل، فهو بين دابته الضائعة التي إن لم يجدها تعطلت شؤون معيشته، وبين أرضه التي إن عطشت ضاع جهد عام كامل، هذا عدا القمح الذي ينتظر الطحن في الطاحونة. وبينما هو على هذه الحال ارتفع أذان الجمعة، فتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتنفس الصعداء وقال في نفسه: هذه النعم كلها من الله، وإن شاء رد علي ما فقدت. ففوض أمره إلى الله